فيلمنا يا حضارات بيبدأ في لندن في سنين قديمة جميلة عند حلاق اسمه تود، وبيبقى مدرج كده وشعره كله على الزيرو، وبيتكلم عن الظلم اللي بيحصل في المدينة، وبيقول ان كل اللي حواليه شايفهم ناس خايفة تعيش من كتر الظلم من اللي بيشوفوه. وفي مشهد بنشوف واحد مسؤول عن رفع الإيجارات وبيبقى اسمه اللورد رايت، وبيبقى في ناس مرمية ومطرودة من بيوتها بسبب غلو الإيجار عليهم وعدم السداد. وبيخبط رايت على باب الحلاق تود وبيقول له تود شعر ولا دقن، وبيدخل للصالون بتاعه وبيعرف نفسه لتود وبيقول له انه يعرفه، وبيفتكر ساعتها تود مشهد للراجل ده وهنتكلم عنه بعد شوية. المهم بيدخل يقعد على الكرسي وبيسأله عن قاضي كان معاه اسمه كانون، فيقول له ده راجل محترم وسمعته الزبالة سابقاه في كل مكان. ووقت الحلاقة بيفتكر تود والدته وهي بتعيط، وبنعرف ان الراجل ده كان سبب في خراب حياته كلها. وبيقول له رايت دلوقتي نشوف الشائعات اللي بتتقال عنك كأحسن حلاق في المدينة يا سيدي. وبيتعصب تود وبيقول له وانا برضو سمعت عنك كلام زي الفل، واولهم انك راجل ظالم، وان الظلم الناس بالنسبة لك بيعتبر انتصار كبير. فبيتعصب رايت ويقول له انت مش عارف انت بتكلم مين. ومرة واحدة بيديله تود بالكوع في وشه، وقبل ما يكمل الجملة يا عزيزي بيكون تود ذبحه بالموس ونسي انه كان هيحلق له. وبيكفن المعلم تود جثة رايت في شوال محترم يليق بيه. بعد كده بيحط شفرته وبيقعد مع نفسه قدام المراية ويقول انا مين. فبتظهر له امه في المراية وتقول له انه ما عملش اي حاجة غلط، وان الذنب مش ذنبه، وانهم هيفضلوا يحبوه دايما. وبتختفي. وبالليل بيشد تود جثة رايت علشان يمحيها من الوجود، بس بتحصل صدفة لما صاحبة محل المخبوزات لوفت بتشوف تود وهو بيشد الجثة وبيحاول يتخلص منها، فبتتسحب بالراحة لحد ما يكشفها تود وبيبدأ يسألها عن سبب مشيها وراه. فتسأله وتقول له هي مش دي جثة؟ فيقول لها يا ست الكل اتفضلي معانا. فبتعرض عليه المساعدة في مقابل انه يساعدها في اللي هي عايزة تعمله. وبتسأل تود وتقول له هي دي اول مرة تخلص فيها على حد؟ فبيتعصب في اعتقاده انها بتستفزه، وتقول له انها مبسوطة باللي عمله لان الناس دي بتدوس على الغلابة كل يوم وبيفتروا عليهم. بتوريله طريقة يرمي بيها الناس عندها في المحل عن طريق فتحة ورا الدكانة بتاعتها، وبالفعل بيعمل كده. ووقتها بيفتكر تود المشهد اللي قلنا عليه، وبيفتكر كلام القاضي كانون عن رايت وهو بيقوله انه اشرف انسان في المجتمع وانه ما بيعملش حاجة غلط ابدا. بعد كده بنروح لبار، وهناك بيدخل راجل مسكين اسمه توبياس وبيسأل النادلة بنت النادلة دي اذا كان يعرف ياخد مشروب في ايده ويطلع بره المحل، فبتطرده بكل قسوة بره. وفي لحظة خروجه بيخبط في واحد ماسك ازازة خمرة وبتدلق عليه، واما بيواجهه بيعتذر وبيطلع بره، بس ما بينتهيش الموضوع. وبنتفرج على الغبي ده ومعاه 2 من صحابه وهم بيعجنوا المسكين ده من الضرب. واثناء ما كان بيتروق بيظهر تود وبيبدأ يقول لهم 3 على 1 مش رجولة يا كباتن. فيرد السبب في المشكلة ويقول له انت مالك يا جد، روح احلق دقنك وتعالى. فبيتعصب تود، وهنا واحد فيهم بيعمل انه هينسحب وفجأة بيظهر من وراه علشان يغفله، بس تود ما شاء الله ما بيتوصاش وبيطلع الموس المتزفر بتاعه وبيخلص عليهم كلهم بطرق بشعة جدا. وبيقعد تود وتوبياس مع بعض وبيقول له ما تخافش يا معلم، من هنا ورايح انا صديقك وانت صديقي وهندافع عن بعض. وفي دخلة الست لوفت اتعرف تود ان توبياس بيشتغل معاها احيانا وبيساعدها، وبيعرفها انه ولد شجاع وذكي. فبتتخض الست وبتفكر انه عايز يخلص عليه هو كمان، بس بيعرفها تود انه انقذه من شوية فاكيد مش هيأذيه يعني. وبتقول له تصبح على خير يا حاج، وبكرة تيجي ونتفق على طريقة نخلص بيها من الجثث دي. وبتبعت معاه توبياس يساعده ويخفي الجثث اللي خلص عليها، بس بيشوف الظابط بابويتش دم في الشارع مكان جثة من الجثث دي. والتاني يوم بيدخل تود برجله اليمين وبيشوف لوفت وهي مقطعة الجثث وحاطة كل شوية في جردل، وبتقول له انها هتطبخهم لسكان المدينة في الفطاير وهتغلي سعرها علشان الاغنياء بس اللي تاكل من الفطاير دي، وهو جوعها اولى بلحم طوره. وبيسرح تود في لحظة ضرب الست دي بالمطرقة على ايد واحد من اللي اجلهم جه، وبيفتكر اللي حصل مع ابوه ظلم قدام عينه، وده لما القاضي كانون حكم عليه ب20 سنة مع الاشغال الشاقة. اما بعد كده بقى بنشوف
الفطاير اللي محشية بني ادمين وهي بتتباع فطيرة في التانية في التالتة. ونشوف برضه معاها جرايم الحاج تود وهو بيشلوح في الناس على اخره علشان يرضي ست الكل. وفي يوم بيروح المحقق بابيوتش القاضي معتزل وبيبقى سكران طينة، وبيعرفوا ان عندهم في المدينة شخص مفقود وهو اللورد. كمان بيعرفوا ان مفيش اي دلائل عن اختفائه المفاجئ. وطبعا بيطنش عمنا ده وبيقول له ان الحاجة الوحيدة اللي شاغلة باله هي ان الكاس قرب يخلص في ايده وبيفكر هيملاه ازاي. وبيقابل يا صاحبي تود صاحب العقار نيري اللي تود مأجر منه محل الحلاق، وبيقول له اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، وعندك ايجار شهرين متأخرين يا معلم. فبيديله صاحبنا اللي فيه النصيب وبيتكلم معاه بعدها عن الجرايم اللي بتحصل وقد ايه هي مرتبطة بالمحل بتاعه، لان اللي كان موجود قبله اتسجن 20 سنة وهنا كان قصده على ابو تود. وطبعا بيبدأ تود يتضايق بشكل تدريجي، خصوصا بعد ما جاب سيرة امه وقال انها كانت ست حلوة. وقبل ما يمشي بيرفع ايده وبيسلم عليه، بس بيقفش تود في ايده وبيخلص عليه وقتها. ما بيلحقش صاحبنا انه يداري الجثة وبيطلع يجري من المكان. واما بيوصل هناك الضابط بابيوتش المكان الجريمة والجثة بيقول له السكران انا مش عارف ايه حبك في الموتى، وبيرد عليه وبيعرفه انه شغلانته انه يعرف مين اللي ورا الجرايم دي، اما انت فترجع البار تاني احسن. والتاني يوم الصبح بيدخل الضابط لتود وبيقول له انت شغال ولا اجي احلق وقت تاني. وقبل ما يفرح تود بالزبون بيكسر الضابط فرحته وبيسأله لو سمع عن الجرايم اللي بتحصل حواليه. بيقول له استهدى بالله يا باشا واقعد اشيلك دقنك علشان تقيلة. بس بيمشي الضابط ويقول له هجيلك وقت تاني. وعلى الناحية التانية بنشوف تود وهو رايح يقابل طباخة البني ادمين وبيحذرها من ضابط الشرطة. واول ما بتسمع الكلام ده بتقول له انه مش هينفع توقف الجرايم، وده لان اخيرا الفطاير بتاعتها بقى عليها طلب كبير قوي حتى تعالى ودوق بنفسك. وفي النهاية بيتشجع تود وبيطلب منها تبلغ توبياس انه يسحب لها زبون جديد على الماشي. وفعلا بيروح توبياس وبيسلم الراجل ده جواب وبيمشي، وشوية وهنعرف مين ده مع بعض. المهم بيروح على المكان وهناك بيسأله تود ويقول له انت بقى وزميلك اللي مات من اكبر الملاك في المنطقة مش كده؟ ويقول له هو مفيش حد متصيط الا انا، عايز ايه يا عم؟ فبيفكروا تود بالمبنى اللي اتحرق فيه ناس بسبب اعمالهم، وبكل برود بيعرفوا انهم وفروا الفلوس وانه ازاي كان هيكسبوا لو ما عملوش كده. وبيقول له قوم يا تود ولع لك شمعة نورها مستنيك. وبيجري عليه تود وبيخلص عليه وقتي. واما بنرجع فلاش باك بنشوف القاضي كانون وبيبقى قاعد معاه اللورد وابو تود توماس في المحكمة، وبيتوسل ساعتها للقاضي ده وبيعرفوا القاضي انه اتهجم عليه بالشفرة بتاعته، لكن توماس بيقول له انه عمل كده بغرض الدفاع عن النفس وانه اللورد اتهجم على مراته وابنه. بس بيقول له القاضي انه الراجل ده شريف ومحترم ومعروف في طيبة قلبه، وبعدها بيحكم عليه بالسجن. وبنعرف هنا ان تود بينتقم لظلم ابوه وامه الغلبانة، وكمان بيخلص على اللي ملهمش اي قيمة في المجتمع. وبره على الباب بيبقى واقف الضابط وبيبدأ يراقب توبياس، وبيقرر بعدها يروح لتود علشان يحلق دقنه. وبيقعد بقى يرغي معاه وبيسأله عن مهنة ابوه، وبيعرفه تود ان ابوه كان محاسب وانه مات من وقت طويل. وبيقول له تعالى دغري انت جاي علشان تحلق بس؟ فبيقول له الضابط معلش ان براوغ في كلامي شوية بس دي هي شغلتي. وبيتكلم وقتها عن اللورد وبيبقى قاعد تحت ايد تود وهو ميت من الخوف، لكن في النهاية بيحلق له عادي. وما بيسأله عن الحساب بيقول له عيب يا باشا انت اول مرة تشرفنا. وبيتمشى الضابط وبيروح لبيتهم عادي جدا. وفي قعدة صحوبية كده بتسأل لوفيت تود وتقول له ليه ما قتلتش الضابط لما جالك؟ فبيعرفها انه كان بيأدي وظيفته بس، واكيد هيجيب ناس تانية علشان تحلق وتدفع فلوس. بس بيشدوا الاتنين مع بعض وبيتعصب تود وهو بيقول ان كل ده بسببها هي وخطتها الفاشلة. وفي الاخر بيحذرها انها لازم تهرب علشان الضابط هيستجوبهم هما كمان. وبيطلع بعدها لفوق وبيسيبهم علشان يروح الضابط فعلا، وبيبدأ يسأل لوفيت عن الجرائم القتل اللي حصلت من يومين، وبيعرفها انه اخر واحد مات هو نيري مؤجر العقارات. فبتقول له انها ما تعرفوش خالص. وفي وسط الكلام كده بيقول ان فطايرها حلوة وانه عايز يجرب واحدة، بس بتخبي لوفيت الفطير اللي وراها وبتقول له يا خسارة فيش هنا ولا واحدة، الزباين كلوا صوابعهم وراها. وبتجري الشرطة بالبيت لوفيت
ويحاصروها لحد ما بيقدروا يقبضوا عليها. وفي القسم يعرفها الضابط ان الفطاير بتاعتها سعرها عالي قوي بالنسبه للناس الفقيره، وهوب بيفاجئها ان اللي بيحصل للناس ده هم عرفوا سببه ايه وبيروحوا فين. وفي ثانيه بيطلب الضابط اكل من عمايل ايديها، وبيطلب منها تاكل منه بالعافيه. ولما بتاكل منها بيقول لها ازاي انت بتعرفي تعملي الكلام ده، وازاي بتعرفي تقطعي رجل الناس، وبيتهمها بكل جرائم القتل اللي اتعملت، وبيقول ان توت شريكها وهيتمسك قريب. تنفجر الست وبتعرفه انها هتطلع له في كوابيسه اللي بيحلمها ومش هتسيبه في حاله. بعد كده في مشهد بنشوف توبياس هو بيجيب عصايه اللورد وبيديها للظابط كدليل لإدانة تود، وده بعد ما وعد توبياس انه هيمسكه منصب كويس في القسم. وبيظهر فجأة تود في الشارع وبتبقى هدومه مليانه دم، وبيقبض عليه الظابط وبيفرجه على عصايه اللورد. وطبعا تود مش بيصدق ان توبياس هو اللي سلمه علشان بيقول عليهم صحاب. وفي الزنزانه بيبقى محبوس تود، ووقتها الظابط بيبقى موجود وبيتكلم معاه. ولما بيدخل الاكل لتود بياخد الظابط المعلقه وبيقول له هتاكل بايدك، وان حتى المعلقه دي هيتحرم منها. وهنا بتحصل المفاجاه لما القاضي الظالم كانون دخل لزياره لتود جوه الزنزانه، وبيقول لتود انه هيعدمه قدام الناس كلها علشان يبقى عبره لكل مجرم هيفكر يعمل حاجه بعد كده. وبيبدا تود يفقد اعصابه بالتدريج، وبيعرفه انه هيبقى ابن توماس اللي اتحكم عليه ب20 سنه ظلم، علشان فجاه يطلع الشفره بتاعته ويخلص على كانون جوه الزنزانه. وفي مشهد بنشوف تود وهو حر طليق، وتوبياس واقف مستنيه بره القسم. واما بنرجع لخطتهم بنعرف ان كل دي تمثيليه عملوها عشان بس يقدر تود يدخل ويخلص على كانون، وده بعد مساعده توبياس اللي حط له الشفره في طبق الاكل بتاعه. بس يا سيدي وبيفضل تود هربان بقيه حياته بعد ما قدر يتنكر ويلبس لبس القاضي علشان يبقى حر طليق. تفتكر يا صاحبي تود فعلا بريء، ولا هل العداله ليها راي تاني؟ ولو عندك فيلم حلو عايز تشاركه معانا ياريت تكتب لنا في كومنت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم.